بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. معلش بقى شوية مشاغل كده، بس طبعا انا بعمل الفيديو ده بناء على التساؤلات الكتير اللي بتسألها على التليجرام، وفي ناس يعني معارف ليا على الفيس، وطبعا منكم واصحابي، فكنت لازم اعمل فيديو عشان الفايدة تعم، وبقدر الامكان ارد على جميع التساؤلات في فيديو واحد. فيديو النهاردة ان شاء الله طبعا زي ما انتم شايفين عن لعبة هامستر كومبات، لان النهاردة في تحديث قوي جدا. يعني تقريبا عرفنا الاير دروب يعني بنسبة 90% هيكون بناء على ايه. قبل ما نبدأ الفيديو بس استأذنك عشان اكمل في المحتوى ده ان شاء الله، لو عجبك متبخلش عليا بلايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد، وسيب لي كومنت كده يعني اي طلب في الموضوع ده، في موضوع البوتات وموضوع الربح من الانترنت بشكل عام، وان شاء الله عشان نقدر نكمل في المحتوى ده. طيب، فيديو النهارده عن الابديت اللي نزل في هامستر كومبات. وانا مش جاي بقى اقول لك الالعاب والمفاتيح سوري في اللفظ، يعني الهبد الكتير اللي اتهبد من العرب في الموضوع ده. لا، انا جاي بمنتهى البساطه اشرح لك الابديت الجديد والتحديث الجديد والانزال الجوي او الاير دروب هيكون بناء على ايه وبيتكلم على ايه. بص، هو اهم حاجه الفتره الاخيره كانت مفاتيح، والمفاتيح اتضاف ليها زي ما انت شايف دلوقتي معايا على الشاشه 4 العاب او 3 العاب جداد. ازاي تجيب المفاتيح دي من غير ما تلعب الالعاب دي؟ هسيب لك لينكات لبوتات تحت في اسفل الفيديو ان شاء الله تجيب منها المفاتيح دي. طيب، التحديث الجديد بقى بيتكلم عن ايه؟ نزل كده النهارده. تعالى بس قبل ما نتكلم، تعالى نشوف التحديث بيقول ايه، او ايه النقط اللي بتتكلم على اللي بيتكلم فيها الاير دروب او التحديث. هما نزلوا تحديث من الاخر كده، الاير دروب تاسكس. الاير دروب واقف، او في ناس بقى بتقول ايه ده الاير دروب هيقف على دول بس؟ لا، وهقول لك ليه دلوقتي. لا، خليك بس معايا لاخر الفيديو. اول حاجه الاير دروب دي التاسكات بتاعت الاير دروب اللي هم قالوا عليها. طيب، اول حاجه الباسيف انكم. اول تساؤل، الباسيف انكم ده اللي هو ايه؟ اللي هو يا جماعه الربح في الساعه. لو انت بصيت لعلامه الدولار ساين او العلامه الذهبيه اللي حضرتك شايفها دي، هي نفس العلامه اهي اللي جنب ال 354 اللي معايا دول، هي اذا الباسيف انكم هو الربح في الساعه. طب لو انا عايز اترجمها، معلش مفيش ترجمه عربي طبعا للناس اللي بتقولي ترجم عربي، يعني فيما معناه ان دوت اهم حاجه البيزنس بتاعك قايم عليها، ان هم بيعتبروك كشركه. فهو اهو باسيف انكم ان هو امبورتنت كونسبت، او ان هو مهم جدا، اهم حاجه الباسيف انكم، او زي ما هم قالوا قبل كده الربح في الساعه. يبقى اول حاجه الربح في الساعه. الارن تاسكس، انا هحاول اكون سريع شويه عشان خاطر وقت الفيديو ما يطولش. طب الارن تاسكس دي يا جماعه اللي هي بمنتهى البساطه علامه الارن تحت، اللي هي جنب كلمه الاير دروب، اللي هي التاسكات دي، اللي هو الفيديوهات. خلي بالك ان الفيديوهات دي، مشاهده الفيديوهات دي حاطينها في الاركايفز، او سوري في الاشيفمنتس. فالفيديوهات دي لازم تشوفها، لازم تشوفها، وبعد ساعة ترجع تعمل تشيك هيديك ال100 ألف كوين، بس في نفس الوقت هتبقى جنبها صح زي الفيديو اللي قبليه دوت. دي هتتحاسب عليها في الاشيفمنتس. تمام. طيب، يبقى الايرن تاسكس اللي هي الايرن دي. الفريندز، انت عملت انفايت لكام فريند؟ يعني في ناس عامله ال 12، ناس عامله ال 15. انا منكو واصحابي حوالي 37، ففي ناس عامله، في ناس الوفات ما شاء الله ربنا يزيدهم. بعد كده الاشيفمنتس، اللي هي طبعا الاشيفمنتس اللي هي الخانه اللي كانت فتحت جديده، اللي هي دي، اللي هي الاشيفمنتس اللي هي كانت فتحت برضو من حوالي 10 ايام. الاشيفمنتس دي مهمه جدا، وحاول انك توصل في الاشيفمنتس دي الحاجات. يعني في ناس طبعا قنوات كتير على اليوتيوب شرحاها، يعني تعمل ابديت للكاردز، توصل كل الكروت او 50 كارت عندك لليفل 15. الكوينز لازم على طول تجيب كوينز، لازم تعمل انفايتات لفريندي. اذا هنا انا عامل 25 لسه ما وصلش ل 50. لازم تعمل السكينز، تشتري السكينز كلها لو تقدر، بروفيت بير اور اقل حاجه 3 مليون. الناس تقول لي ايه ده هو اقل حاجه 3 مليون؟ لا طبعا مش اقل حاجه 3 مليون، بدليل ان هو حاطط لك في الباسيف انكم في الاول واحده فوق بيقول لك الباسيف انكم ده لا يبقى قد ايه. ده اهم حاجه، لا يوصل توصل ل 7 8 مليون، يا ريت توصل ل 8 مليون يبقى افضل يعني. تمام. تليجرام سبسكرايب، او اللي هو سبسكريبشن، او اللي هو الاشتراك في قناه التليجرام بتاعتهم. لازم تكون مشترك في قناه التليجرام بتاعتهم لازم، وهسيب لك اللينك بتاعها برضو تحت الفيديو. والكيز، اخر حاجه الكيز. طيب،
الكيس دي احنا عرفنا بتيجي منين، ودي مهمة واحنا عارفين انها ليها فايدة في الاير دروب، والكلام ده كان موجود من زمان. طيب فين بقى يا عم محمد الكومبو اللي بتقول لنا اعملوه؟ طب فين الديلي سايفر او اللي هي الشفرة اليومية؟ طب فين التاسكات اللي هي موجودة هنا؟ فين اللي هو الميني جيم؟ ايه لازمتها؟ هقول لك لا، اذا كان مش نازله لي اهو في الاير دروب، انت لسه بتقول لي هم دول التاسكات بس. هقول لك لا، ارجع لكلامهم على القناة بتاعتهم اللي كانت على التليجرام. لو دخلنا على جوجل ترانسليشن وكتبنا كده الكلام ده، الكلام اللي هم نزلوه على القناة التليجرام بتاعتهم. طب تعالى كده نشوف الكلام اللي نشوف بقى الكلام ده فعلا هم دول بس اللي هتحاسب عليها ولا لا. تعال نبص كده. يقول لك اعزائي الرؤساء التنفيذيين، يسعدنا ان نعلن عن تحديث قسم الايردروب داخل تطبيق الهامستر كومبات. يمكنك الآن التعرف على المزيد حول العناصر التي ستلعب دورا، مش العناصر اللي هتلعب دورا في توزيع الرموز المميزة اللي هو التوكن، من الآخر كده الفلوس. يرجى ملاحظة أن هذه ليست، حط خط تحت دي، ليست كل الشروط. الناس بقى اللي بتنفض للكومبوهات، الكومبو ب 150 مليون يقول لك مش هعمله، الكومبو ب 100 مليون يقول لك مش هعمله. ها يا استاذ علي، سامعني يا استاذ علي، سامعني؟ الكومبو اللي انت ما بتعملوش بتنفض له؟ لا، ان دي هذه ليست كل الشروط. في شروط تانية. ما هو مش حاطط لك التاسكات في النص كده، هو مش حاطط لك الاربع تاسكات في النص كده هباء. لا، التاسكات دي انت بتتحاسب عليها، التاسكات دي انت هتتحاسب عليها، وهم قالوا قبل كده اكيد هتتحاسب عليها. فالمطلوب منك بقى الفترة الجاية ايه؟ كده انا عرفتك الابديت. طيب المطلوب منك الفترة الجاية ان انت تعلي الشروط دي، لان الشروط دي او الستة دول هيتعمل بوينتس، والبوينتس دي هتتكتب هنا. البوينتس اللي بناء عليها كام بقى بنقطة؟ هم هيحطوا بقى نقط، الله اعلم هتبقى ازاي. هيحطوا لك نقط، والنقط دي هتكون هي ان شاء الله هتترجم للتوكنز او لعملة الهامستر بتاعتك. طيب مطلوب من حضرتك اهم شيء تلعب على 3 حاجات حاليا. لو احنا ترجمنا دول، في حاجه منهم سهله جدا، انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاع التليجرام بتاعتهم. مطلوب منك الكي. احنا دلوقتي المفروض حوالي 108 مفتاح. بالليل ان شاء الله الميني جيم هتبقى 109. مطلوب حضرتك ما تفوتش ولا مفتاح، كل المفاتيح تجيبها زي ما انت شايف اهو. انا المفاتيح كلها بجيبها، مفاتيح سهله جدا، ما تاخدش معاك 10 دقايق. تمام. في شروحات على القنوات العربيه كتير، لو عايزيني شروحات بالتفصيل ازاي تجيب المفاتيح هسيب لك لينكات البوتات اللي بتجيب المفاتيح بتاعتها تمام تحت في الفيديو. تمام. يبقى حاول تعمل الفريندز، حاول تجيب فريندز كتير، حاول لو تقدر، حاول ما تفوتش تاسك، حاول تجيب كل المفاتيح، حاول تعلي البروفيت بتاعك بالاور بتاعك، حاول تشترك وتدخل فريندز وتعلي الاشيفمنتس بتاعتك، الانجازات بتاعتك على لعبه الهامستر. بس اهم حاجه اهتم بالبروفيت بالاور. بس يا جماعه ده كان شرح بسيط للتحديث بتاع النهارده. اتمنى رب الفيديو يكون عجبكم. ما تبخلوش علينا بلايك، سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ولو عندك اي استفسار تحت امرك سيب لي في الكومنتات تحت الفيديو. وشكرا جدا ليكم، وشكرا لحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.